بقى تدل على ان هي ايه مشويه صح، بس احنا ما عملناش بقى في الفرن ولا الكلام ده، على البوتاجاز من فوق. جربي الطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت وهتعجبك. شكلها حلو ازاي، تحفه. يلا جربي وقولي لنا رايك فيها ايه. بصوا يا بنات، هنعمل الفراخ جنب المحشي. هقول لك بقى على الطريقه اللي انا ايه بحب اعملها. انا هنا جايبه الفراخ منضفاها نقعاها وعامله لها محلول نقع وعامله لها بص فتحات هنا عشان الخلطه تخش جواها وتبقى حلوه. ومحلول النقع اللي انا بعمله دوت ملح ليمون، بحط الميه، بحط شويه سكر، وكل دوت بحطها كده لمده ساعتين تبقى زي الفل معاكي زي ما انت كده شايفاها. بس هنستخدم ايه بقى؟ مرضناش بقى نسلقها، قلنا ايه نعملها بطريقه حلوه كده ونبقى نتصرف بقى نعمل ايه شويه شوربه حلوين كده للمحشي. فمعانا هنا قوطه مقطعاها، معانا بصل، معانا فلفل، ومستخدمه هنا ليمونه زي ما انت شايفه كده. هنحطها في الكبه. لو عايزه تقطعيهم على ايديكي كده عادي وتضربيهم كده مع بعض بايديكي كده مع التوابل برضه تنفع، كله شغال. وهنستخدم التوابل اللي هقولك عليها. نشيل كده الفراخ دلوقتي على جنب. هنجيب الكبه، احط فيها ايه الحاجات دي كلها، والبصل والفلفل. انا عندي اهم حاجه البصل بحب اكتر البصل. هعصر هنا الليمون، في ناس بتحطه زي ما هو كده بس انا ما بحبش احطه. وهنحط شويه خل، مكتريش، شويه صغيرين. نحط فلفل اسمر، بهارات فراخ. كتري بقى ايه في بهارات الفراخ عشان ايه طعمها يبقى حلو معاكي. وهنحط لها شويه شطه. هنحط هنا ايه واحدتين كده ايه من الحبهان، واحدتين بس مكتريش. وهنا هحط ايه مكعبات، واحد. انا هحط اتنين، هكتفي باتنين على الكمية ديت. مش هحط ملح يعني في الاخر وادوقها واشوفها كده هي عايزة ملح ولا لا. واحط ايه بودرة بصل وبودرة ثوم، يبقى زي ما انت كده ايه شايفة. ولازم شوية السكر، والكلام ده كله لازم شوية زيت عشان ايه يمشي في الكبة. كده كده ايه خلاص خلصت معانا الوصفة. التوابل دي كلها اللي انا قلتلك عليها هضربها. كده عملنا الخلطة، ريحتها بصوا تحفة. بصوا عاملة ازاي، حاجة جميلة وشكلها كده. هي محتاجة شوية ملح، نحط لها ايه يعني شوية. نقلبها عليها بقى كل حاجة. هننقع بقى ايه الفراخ جواها لمدة ساعة ساعتين قبل الأكل كده نعملها، بس تاخدي طعم تحفة. هنحط ايه جواها الفراخ زي ما انا قلتلك مفتحاها. بس الوصفة دي تحفة تحفة تحفة، جربيها. قعتي كويس كده الفراخ عشان ايه تاخد من التتبيلة. تدخلي كده ايه في الفتحات اللي انت عاملاها
اقول لك على حاجه كمان بقى، مش هنحطها في الفرن، هنسويها على البوتاجاز. سيبك بقى من الفرن والشوايات والكلام ده. ايه رايك بقى في شكلها؟ بص شكلها تحفه تحفه، لازم تجربوها. انا كده بقى ايه، اجهزها بالمره، احطها في صينيه عشان ايه لما اجي اسوي على طول. نرصها حلوه. بصي هقول لك على حاجه، احنا الاول هنحطها كده على الجلد الاول، عشان احنا هنحطها على البوتاجاز وهي على الجلد الاول، عشان ما نجيش نقلب تاني على الجلد بتاعها. كل ده بقى مترميهوش، هتحطيه عليه وهتقعدي بقى تقلبي عليها في البوتاجاز كده كل شويه يمين وشمال كده كل 10 دقايق. دول بقى خليهم كده في طبق على جنب، كل ما تعوزي مثلا تحطي. اديها بقى ايه رشه كده من الزيت. بس هي كده جاهزه معايا ان انا ايه اسويها. بس انا دلوقتي هحطها في التلاجة ساعة ساعتين كده وهسويها مع بقية الاكل. بس ايه رأيك فيها؟ عشان كده حطينا دلوقتي الفراخ على النار اهي بدأت تغلي، ومش هنيجي جنبها وهنسيبها زي ما هي كده على البوتاجاز، وهتاكلي احلى فراخ، ولا تقولي فرن ولا غيره. بقى تدل على ان هي ايه مشوية صح، بس احنا ما عملناش بقى في الفرن ولا الكلام ده، على البوتاجاز من فوق. جربي الطريقة اللي انا قلت لك عليها ديت وهتعجبك. شكلها حلو ازاي، تحفة. يلا جربي وقولي لنا رأيك فيها ايه.